عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني الغاليين، نورتوني وشرفتوني في قناتي وقناتكم البساطة مع أميرة. فاكرين أنا كنت منزله لكم شورتس اللي احنا هنعمل جولة في مول علي بخا، بس اللي هو في المنوفية. أنا رحت كنت محتاجة أشتري شوية فوط، يعني العروسة وكده، فرحت عشان أجيب لها شوية فوط، ربنا يتملها على خير إن شاء الله. فقلت اعمل لكم جوله كده في قسم الفوط بس والمفروشات، وما صورتش من المفروشات غير اللحاف الفايبر بس عامه. تعالوا معايا ناخدكم جوله في الفوط دي. اطقم سراير، يعني برضو ما خدتش فيها جوله قوي. عايزه اخدكم معايا كده للفوط اكتر. ده انا واختي. آه بصوا هنبدا بالفوط. انا جبت شويه فوط حلوين جدا جدا، الحاجه كانت جميله بصراحه. تعالوا نخش على الفوط بقى. اهم حاجه في الفوط هنا التطريزه. كنت يعني باكد قوي ان انا اجيب تطريزه حلوه، عشان طبعا بتبقى في رص الدولاب جميله، والخامه يعني كنت عايزه تطريزه كويسه مع خامه جميله. دي جبتها لها، كانت جميله قوي، من الخامه الحلوه الجميله اللي هي فيها تطريز، وفي نفس الوقت الشراشيب دي بتدي شكل حلو قوي في رص الدولاب وكده. كل اللي قدامكم دي اشكال جميله. كان عنده بيبدا من اول العلبه فيها 4 ب250 جنيه، اللي هو كان عرض الاربع علب ب1000 بس. هي الفوطه مش الواو قوي، بس حلوه يعني، مش وحشه يعني. على سعرها مثلا الاربعه ب250 كانت حلوه، عرضها حلو وجميل برضو. بس انا بحاول اصور لكم المكان كله، بس هبدا معاكم في الاخر اوريكم انا جبت ايه. يعني هاجي معاكم في الاخر واقول لكم التطريزه دي. كانت تطريزه برضو جميله قوي، اللي هي الهاند ميد دي. كان في شغل كده هاند ميد روعه برضو، جبت لها منها علبه علشان زي ما قلت لكم. جبت علبه من دي اللي هي فيها وردة الجبير دي، جبت لها علبه منها. و انا نوعت يعني بصراحه، ما رضيتش ان انا اكرر لها قوي في الحاجه. ايوه دي الورده الهاند ميد اللي انا بقول لكم عليها. بصوا جميله جميله في التطريز. انا خدت دي تحفه بجد، عجبتني قوي، وقلت كمان رصيتها في الدولاب هتبقى شكلها جميل، شغلها عالي. ودي برضه انا واخداها. كل ده شغل الهاند ميد ده، بصراحه من الاشكال الجميله قوي اللي عجبتني. وعنده خامات حلوه قوي، بتوصل العلبه لحد 800 جنيه، الاربعه ب800 جنيه. في 3 كمان والله ب800 جنيه. طبعا نص بشكير وخامه تقيله قوي. انا حبيت اجيب حاجه تكون مناسبه للسعر بتاعها، وفي نفس الوقت تكون خامه نظيفه. تمام. فانا عماله ادور على حاجات ممكن اكون جبتها. انا جبت لها طبعا اطفال، كان في عرض الاطفال حلو قوي. الاربعه ب150 جنيه، او التلاته ب150 جنيه، بس اللي هي عليها الوش والحاجات دي. فجبت لها 3 علب، كانوا حلوين قوي برضو، تحفه. الحاجات الجميله يعني برضو اللي جبتها لها. انا عماله اتذكر جبت ايه، لان طبعا نسيت. جبت الورده دي برضو، الورده اللي تحت دي برضو جبتها. في حاجات كتير. مش فاكر ساعتها كنت جبتي بتاع 5 6 علب، بس كنت ظبطتهم لها حلو يعني. كنت بحاول اوفق بين الالوان عشان ما اكونش كررت الالوان، وفي نفس الوقت تكون اشكال جميله. طبعا انا صورت لكم المعرض كله. هو هو كده كده عامل يعني بخة طول الوقت، بيعمل عروض على حاجته كلها. كان عامل اخر عرض تقريبا اللي هو لو اشتريتي ب5000 جنيه مش عارفة هتاخدي ايه. هو كل بيخلص عرض بيطلع عرض جديد يعني. والمعاملة هناك جميلة جدا، يعني هتروحي مش هتخسري. بس وطريقتهم حلوة قوي، وبيوفر لك ان يجيب لك مفروشاتك في كذا مكان. جبت لها بشكير برضو الرصاصي ده الفاتح، الرسمة بتاعته كانت جميلة قوي. بس لا، جبت لها حاجات حلوة. كان في عرض 6 فوط مطبخ، 40 تقريبا في 45، كانت عاملة 100 جنيه تقريبا، والله أعلم. كل اللي هنا بقى 150 جنيه. أبص ده أشكال الأطفال اللي جبتها لها. كان الكيس ب150 جنيه، بس خامة الفوطة روعة. هو طبعا عامل عرض على الأكياس دي، والبشاكير دي برضو كان عامل عرض عليها.
ب300 جنيه، منزل فيها كتير قوي، خامتها كانت تحفه بس عشان مش في الكرتونه. برضو الفوط دي هي في الكرتونه ليها سعر، وبره الكرتونه عشان دي مش في الكرتونه ليها سعر تاني، لان الكراتين بتاعتهم اتقطعت في العروض، فكان عامل عليها عروض يعني. هي في الكرتونه تقريبا ب220 جنيه. بس هنا ده قسم زي ما قلت لكم اللي هي الملايات اللي احنا صورناها في الاول. في اشكال جميله قوي في الملايات برضو، اطفال وكبير، وكان عامل عروض برضو عليهم. انت لو حبيتي تروحي هناك، لا هو بصراحه والتعامل بتاعهم جميل جدا، الناس هناك محترمه وذوق قوي في التعامل، وطريقتهم جميله بصراحه. ربنا يصلح حالهم يا رب. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو قادم، وهحاول انزل لكم اللحفه بس الفيديو الجاي، او اعملها لكم شورتس لاني ما صورتش كتير فيها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو احتجتوا اي حاجه انتوا عايزين ان انا اصورها لكم، وهحاول اروح اللي هو القسم بتاع الغورية هنا اصور لكم فيه، والوراق برضو. وأراكم على خير في الفيديو القادم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.